أهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو الكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكوستر ده. بنستخدمه زي ما انتم شايفين، بنحط عليه الحاجات السخنة أو بستخدمه كمساكة، يعني بمسك بيه الحاجات السخنة وأنا في المطبخ، أو لو غيرت نوع الخيط هعمل بيه مفرش أو مفارش. هنتعلم كل حاجة أو كل تفصيلة أنا قلتها دلوقت، وهنعرف هنعمله إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. الشغل ده اسمه كروشيه روماني. يختلف حاجة بسيطة جدا عن الكروشيه بتاعنا الأساسي، وبرضه هنعرف بعض التكنيك في الكروشيه الروماني واحنا شغالين مع بعض. شكل الكوستر اهو، عبارة عن زي فرع شجر. تمام. آم، كده القلبة بتاعته وكده العدلة بتاعته. تقدري تعملي 4 أو 5 فروع، هيديكي شكل وردة لو حطيناهم جنب بعض، أو يعني فاهمة أقصد إيه. أنا هعمل معاكي شكل نفس الشكل، وهقولك إزاي تكرري ده 4 أو 5 مرات، ولو شبكناهم في بعض حتى لو خياطة يديكي شكل مفرش هايل جدا. ده بس هنخلي نوع الخيط يختلف. أوكي. لو عايزة أعمله فرع واحد كبير، حجمه كبير جدا، أنا عاملاه هنا كوستر صغير يا دوب يتحط عليه كوباية شاي، كوباية قهوة، أيا كان. المهم يتحط عليه حاجة بسيطة. طب أنا عايزة أعمله مفرش كبير، بس فرع واحد، مش عايزاه كذا فرع وأشبكه. هعلمك إزاي بالإبرة الكبيرة دي. كل ما كبرتي الفرع كل ما اداكي شكل احلى حسب الحجم اللي انت عايزاه. يعني انا محتاجاه الحجم ده، هقولك الحجم ده بالظبط قد ايه. 12. تمام. والعرض بتاعه 9. معلش انا بس 9. 12 طول في 9. تمام. تقدري تكبريه زي ما انت عايزة. ده كده الوسط انك تستخدميه ككوستر او مساكة. هبدأ معاكي. انا هستخدم خيط سلسلة متوسط السمك. تمام. تقدري تستخدمي اي نوع من انواع الخيوط، بس لو انت هتستخدميه ككوستر هتستخدمي خيط السلسلة او مكرمية زي ما انت عايزة. انا هستخدم ابرة رقم 4.5 عشان تناسب الخيط بتاعي. تمام. وهقولك استخدام الإبرة الطويلة دي أو الكبيرة دي في إيه. خلينا دلوقتي نستخدم إبرتنا الاعتيادية ونشوف. يلا بينا. أول حاجة أنا هشتغل 6 ارتفاع سلسلة. تمام. من بعد العقدة ببدأ أعد. بصي بسيب كده، بقول 1 2 3 4 5 6، وببدأ أدخل في أول حلقة اتعملت بمنزلقة. هقفل الدايرة أهو، وبعد كده ارتفاع سلسلة، وهبدأ أدخل هنا 1 2 3 4 5 6 10. أنا دخلت كده، دي ال10 بالنسبة لي. هقفل بمنزلقة. هرتفع سلسلتين، وهبدأ أشتغل دايما على الغرزة الخلفية، يعني هلقط كده من ورا وهرجع أدخل هنا
من قدام كده. وبعد كده هخرج 1 لفة على الإبرة، أخرج 2 لفة على الإبرة، أخرج 2. ارتفاع سلسلة. هبدأ أشتغل هنا 1 2. تمام. وهدخل كده، أخرج 1 لفة، أخرج 2 لفة، أخرج 2 لفة، أخرج 2. ارتفاع سلسلة. بصي بدخل فين؟ هنا واللي وراها واللي وراها اهو، واللي عليها الدور اهي كده. اخرج 1 لفة، اخرج 2 لفة، واخرج 2 لفة، 2 لفة، 2. ارتفاع سلسلة. على فكرة نمط الشغل كل واحد، انا مش هعمل اي حاجة غير اللي انا عملتها معاكي، هستمر. بصي اهو، خدت اخر واحدة اللي هي ظهر دي، وبعد كده اللي عليها الدور فين اهي، بروح لها القط كده، وابدأ اطلع 1 2 3. شغل سهل وبسيط، هو بس تكنيك. بصي هي بدأت خلاص تظهر او تكبر معايا، برتفع. بصي اهو، كل ما بتكبر بيبدأ الشكل يوضح اكتر معاكي اهو. بدخل في الغرز الخلفية اهو، واروح للي عليها الدور. تمام كده. اهو، ولفة، اخرج 1 اخرج 2 في اللي بعده، 2 2 2 2، وهكذا. طيب ارتفاع سلسلة. اخر سطر بقى معاكي عشان اسيبك واكمل لوحدي اهو. بسحب من هنا ومن هنا ومن هنا. هقولك بقى تعملي الحجم الكبير ازاي اهو. وكمان اخر واحدة، وادخل في اللي عليها الدور. بصي هتلاقي الشغل بدأ يعمل ايه، بس طبعا هيتفرد وانا شغالة اهو. كل ما الحجم هيكبر معاكي هتلاقيه وانتي شغالة بيتقوس، بس بعد كده بيتفرد معاكي اهو. هوريكي بعد ما تقوس وبعد ما اتفرد اهو. بخرج 2 اهو. تمام. لو عاملة حجم اكبر هتبدأي مش على 10 زيي، تبدأي على 14 أو 18 في البداية هنا. وكمان
مش هتستخدمي الإبرة دي عشان هتضايقك قوي، هتستخدمي الإبرة الطويلة دي عشان يبقى الشغل عليها مرتاح، وتقدر تاخد كمية الحلقات اللي هتحطيها عليها. لأن زي ما انت شايفة، عدد كل ما السطر أو كل ما اشتغلتي سطر، عدد الحلقات بتكتر اهي اهي. فبتحسي ان الشغل زي ما وريتك بيقوص منك، فممكن يضايقك. يعني لو عندك الإبرة الكبيرة اشتغلي بيها عادي، لو ما عندكيش احنا ما عندناش حاجة بتوقفنا، كله بيشتغل، ما عنديش اي مشكلة. حتى لو عايزة اعمل الكبيرة، بصي، حتى لو عايزة اعمل الحجم الكبير هعمله بالصغيرة اللي في ايدي عادي خالص. اهو، سوري اهو. انا وصلت لهنا، بروح للي ما سحبتهاش اهي. بصي، تمام. هعمل لك اللي جايه بالكبيره، هخرج بس السطر ده وهعمل السطر اللي جاي بالابره اللي حجمها كبير. كل ما زودتي العدد في البدايه كل ما الفرع كبر معاكي اهو. بصي اهي الكبيره هبدا اشتغل بيها ارتفاع سلسله. دي هتكون مرتاحه اكتر على الشغل لان في وسع براحتي اهو. اقدر اعمل بدي واعمل بدي، ما عنديش مشكله اهو. فكرته بسيطه وشكله رائع. ولما تغيري كمان خامات الخيط، اعملي بخامات مختلفه، هيديكي برضو كل ما هتشتغلي بخامه مختلفه عن التانية هيديكي شكل مختلف. تمام اهو. هروح لدي. على فكرة انا خلصت معاكي الفرع خلاص. بصي انا فاضلي 1 2، انا فاضلي كده سطر واحد. اوكي اهو. انا اشتغلت معاكي بالابرتين، اشتغلي بالمتاح وشوفي انت حابة تعملي ايه اهو. كده فاضلي سطر وابقى خلصت معاكي الكوستر ده. تمام. على حسب العدد اللي انت حطيتيه في البدايات ده اللي هيحدد حجم الكوستر، لان انت بتفضلي تسحبي من الدايرة الاولى اللي انت عملتيها لحد ما بتخلصيها. بصي انا فاضلي 1 2، بسيب في الغالب واحد بس عشان يبقى الشغل بتاعي مرتاح، وهوريكي ازاي بس بقفله. كده خلصت معاكي او خلصت اخر سطر ورجعت عشان اقطع الخيط معاكي او اقصه واشوف هخفيه ازاي. ارتفعت بس سلسلة، هقص الخيط بتاعي. انا كده يعتبر خلصت. هرفع ده، اشد كده وابدأ من الخلف، من خلف الشغل من ورا، اسحب الخيط بتاعي. ما تسحبيش جامد لان الحرف ده كده مثلث لانه فرع شجر، يعني ما تسحبوش كده. اوكي، يعني سيبيه كده براحته وابدأي دخلي الخيط بتاعك من ورا. وخلاص على كده لما تستخدمي خيط المكرمية ابقي سيحيه، يعني ما تقصيش بس وتسيبيه لانه بيعمل فتل. تمام. وبيبوظ مع نفسه، اي حركة بتلاقيه باظ. انا هقص كده، المفروض بولاعة اسيح الجزء ده والزقه كده. اوكي، وهنا شرحه.
تمام. طيب لو عايزة زي ما اتفقنا اعمل حجم كبير، ده بقى اللي كنت بقولك عليه. طبعا هما الاتنين مش قد بعض قوي، بس اقصد ايه، تقدري تعملي زي وردة. لو هتعمليه كذا مرة، 5 مرات مثلا، هتشتغلي وردة. وده هيكون مفرش، او كوستر كبير يتحط عليه حلة على السفرة او طاجن، او تعمليه مصغر كده ويتحط عليه زي ما اتفقنا في بداية الفيديو حاجة سخنة. آه، لو عايزة أكبر زي ما اتفقنا هكبر من الداخل. أنا هنا بدأت على 10 مثلا، فأنتي ممكن توصلي البداية بتاعتك على 20، وحجم الخيط مع حجم الإبرة. تقدري تستخدمي زي ما اتفقنا الإبرة دي أو دي. يا رب تكون الفكرة سهلة وبسيطة. شكرا ليكم، أشوفكم الفيديو الجاي.